بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أخوتي جميعا في الإسلام، إلى جميع من يسمعني، إلى جميع من يحب أن يعيد النظر ويكون ملما بالدين، إلى جميع الأخوة السنة الشيعة جميعا، بعيدا عن الفتن الطائفية. إن من المواقف التي آثرتني هو أني رأيت وسمعت لقاء الأخ مصطفى مع الشيخ أحمد الأزهري، وأنا كنت ممن يستمعون إليه للشيخ أحمد الأزهري، فكانت حجته ضعيفة، ويقول ربما لربما ولا تكن له الحجة القوية للرد والمناقشة والمناظرة. وأيضا أثار موقفي يوما ما جئت إلى كربلاء بعيدا، لم أكن أنا أعرف منزلة الحسين عليه السلام، ولا أعرف ما هو الإمام الحسين، ولكن عندما جئت إلى كربلاء رأيت بأم عيني ما هي المنزلة التي يكون بها ذلك الإمام، ورأيت عن كثب أن الشيعة لم يكونوا على خطأ. ما الذي يدفعهم لكل هذه الخدمة وكل هذه الإشعار ولكل هذه الشعائر؟ وكنت منذ سنة كاملة أبحث عن طريقة لأتواصل بها مع الأخ مجتبى صاحب قناة بداية المعرفة. لم أكن أعلم أنه لديه قناة، ولم أكن أقتنع ببعض المشايخ والعلماء، بحيث أنه كنت عندما أسمع محاضرة لا أستمع لها وأغلقها أساسا، لا أستمع إلى الفيديو أو التلفاز أو الشيء. ولكن بعد الآن فأنا مقتنعة تماما. وأردد الصيغة: بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حيا فردا صمدا، لم يكن لكونه كون قادرا على كل شيء، لم يشبهه شيء، فليس بصورة ولا جسم، فلا يحده زمان ولا مكان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن عليا وصيه وخليفته من بعده وأولاده المعصومين بالحق من بعده، من تمسك بهم نجا، ومن تركهم خاب وهو في النار.